معقولة اللي انا شايفه ده؟ انا مش مصدق عينيا. انتي تخونيني مع جاري الحط في الحيط؟ اما الجار عريان بيلبس في هدومه وبيلملم في هدومه، وزق الراجل وقع على الارض، ومراته بدأت تلملم في هدومها والصوت عالي: انت اده، انت قطعت عليها نشوتي وشهوتي، الكلام بتاعك اللي انت عملته ده غلط. الجيران سمعت، الابواب اتفتحت، هتعرفوا اللي حصل ايه. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث. أحداث هذه الحلقة جرت لما طبيب، والطبيب ده ميسور الحال، من قرية من قرى مركز فاقوس محافظة الشرقية. والطبيب ده اسمه الدكتور حسن عبد الرحمن. وهنا ربنا كرمه وعايز يتجوز يكمل نص دينه. حد دله على عروسة من الإسماعيلية، قام اتنقل بالفعل وراح إسماعيلية. دكتور وعايز يتجوز والعملية ميسورة معاه، ما شاء الله. بالفعل اتجوز. لما اتجوز 4 سنوات ونص مرة واحدة جواز، وعلاقته بمرته مية مية على 24 قيراط، ومفيش أي حاجة اتقدر بيها صفو هذه العلاقة الزوجية. 4 سنين ونص، لحد ما في يوم من الأيام ماشي المستشفى بتاعته، ماشي المستشفى بتاعته رايحها. المهم هو راح المستشفى فافتكر إنه نسي ورقتين. رجع على طول بالعربية بتاعته، كان معتاد يفتح باب الشقة مع مفتاح. اتفاجئ إن في أصوات علاقات كاملة جوه أوضة النوم بتاعته. الراجل قال لي أنا سامعه ده، مش مصدق. يبقى دخل طلع يجري هرول على أوضة النوم. اتفاجئ إن مراته وجاره الباب في الباب والحيط في الحيط. وقف مصدوم وحط عليه سهم الله: أده، انتي انت وجاري علاقة كاملة، متجردين من كل أنواع الملابس، والعياذ بالله. ربنا ما يوري حد الكلام ده، لأن الكلام ده كلام خطير. كلام يعني كتر خير الدكتور يعني حسن عبد الرحمن إنه وقف على دوره ويدرس له بطوله. يبقى الجار طلع يجري يلبس في هدومه، وبعد ما لبس كده أجزاء من هدومه جه زق الدكتور وجه ماشي وقع على ظهره. قام الدكتور راجل مرفه مش بتاع مشاكل ولا شر ولا الكلام ده كله. المفاجأة كانت صعبة عليه، صدمته: انت يا خاينة تعمل كده؟ انا زعلتك في حاجة؟ كان ماني دورت الزعيق معاهم والصوات والشتيمة. الجيران اتدخلوا. يبقى قبل الجيران ما يتدخلوا قال لها اتكل على الله، سيب عيالي واتكل على الله. قالت لا مش سيب عيالي. يبقى قال لها غوري، غوري دلوقتي. خدت شنطتها وجت ماشية على بيت ابوها. يبقى الجيران جو: ارجع ما رجعيش، ارجع ما رجعيش. على الولية ما يعرفوش الخبر. وكاس المر اللي جاء الدكتور حسن عبد الرحمن ده هنا قال لهم سيبوها سيبوها. جات الناس قال لهم حصل كذا كذا، وانا مسكتها في وضع متلبس. قعدوا يهدوا فيه بالصدمة اللي جات له. المهم جه رافع سماعة التليفون ورن على حماه: يا حماية، حصل من بنتك كذا كذا، وانا دخلت لقيت معاها جاري، متجردين وفي علاقة كاملة. شوف انت تعمل ايه. الراجل وهو على التليفون معه جات له غلطة. طب ساكت من الجلطة، لكن تعافى بعد كده هنقول لكم على بقية الحكاية يعني. هنا راح الدكتور حسن ده لما طلع في إحدى القنوات، وهو اللي قال الكلام ده بنفسه، واللي مش يصدق يخش على جوجل ويقول حكاية الدكتور حسن عبد الرحمن اللي من فوق الشرقية اللي مرته خانته، هيطلع له كل حاجة والفيديوهات اللي هو منزلها على المواقع الإلكترونية. هنا السادة المشاهدين، راح الدكتور حسن يعمل محضر في اسم شرطة فاقوس. طبعا عمل محضر، لكن مفيش أدلة كفاية، لا شهود ولا مسكهم هو بإيده صورهم ولا الكلام ده كله. المحضر اتحفظ. طب يعمل ايه؟ مغتاظ، مغتاظ ومتضايق، وجار الوش في الوش، لا قادر يقول له انت عملت ولا سويت، وجرس في المنطقة والقرية بتاعته. هنا يشاء القدر، في يوم من الأيام وهو راجع من الشغل
تمضي منه كل نظرة على دولاب مراته يلقى بوك بتاعها، بوك زي المحفظة كده، يفتح البوك يلقى كارت ميموري، يحط الكارت الميموري على الكمبيوتر أو التليفون بتاعه، يتفاجئ ب570 صورة، من ضمنهم صور وهي بتعمل له حمام في المطبخ بتوكلوه له بط وتورته، وصور وهم بيحتفلوا بعيد الميلاد، وصور وهم في أجازة بيتفسحوا، صور كتيرة 570 صورة، وفي صور مخلة كمان والعياذ بالله. الراجل اتفاجئ بالكلام ده، وقبل ما يروح يعمل محضر رن على أبوها كانت عارفة، وقال له احنا زي ما دخلنا بالمليح ندخل بالمليح، الصور بتاع بنتك معايا هي. يبقى حماه صدق وقال له تعالى هات المحامي وتعالى. راحوا هناك وقعدوا على طبلية، وقال له يا عمي احنا لا عايزين نفضح بعض ولا تفضحنا ولا افضحها، اديني عيالي. واتنزل على المؤخر والمقدم والذهب وكل حاجة والفرش وكله. قال له امين. وكتبوا تنازلات ان حتى الام نفسها اللي هي الجدة ام زوجته ما تطلبش على حضانة الاولاد بعد كده. وخلصوا وخد ولاده وجا في العربية هو المحامي ورجع فوز. لكن هو عايز يثبت، كل ما يحط وشه في وش جاره هتجيله غلطة، عايز يثبت الكلام ده. المهم يثبت طلع على النيابة، قدم 570 صورة بكارت الميموري. وكل النيابة أول ما شاف الموضوع زعل جدا وتأسى، وطبطب على الدكتور حسن قال له بس أنا هجيب لك حقك. وبالفعل جاب المحضر اللي اتحفظ وفتح المحضر من جديد، لا دلدها من كده بعد ما تصلوا على رسول الله وتشيروا الفيديو بتاعنا ده، تشتركوا معانا على قناة الإعلامي أشرف فاروق على اليوتيوب وتفعلوا الجرس. هنا السادة المشاهدين بقى اللي حصل ده كليته، لا ده في أدهى من كده. اللي أدهى من كده إن الدكتور حسن شك في نسب أولاده، فراح عمل تحليل دي إن إيه للاتنين، اللي هو ولد اسمه أمير وولد اسمه لؤي. هو فترة الجواز كانت 4 سنوات ونص، والمناسبة القصة دي حدثت في 2022 وكانت لها ضجة إعلامية كبيرة. فاحنا لما بنحكيها بنحكي عشان اللي ما سمعهاش يسمعها، والناس تشوف مدى الخيانة قد ايه، بالفعل راح قدم على تحليل دي ان ايه جينات وراثية. الولد امير الكبير طلع ابنه. طب امين لؤي ما طلعش ابنه ولا ينتسب له. هو كان ماشي في الطريق بقى تقول يا رب يا رب، رغم ان زوجتي خانتني بس ما تفضحش العيال دي لان العيال غالين عليا. لكن اتفاجئ ان لؤي الصغير مش ابنه. هنا بقى الجار لما سمع انه عمل له محضر، خد بقى برضه تحليل دي ان ايه وراح وضعه في المحضر بتاع النيابة عشان القضية تتسبك. جاره اغتاظ منه جدا، بدأ يبعت له قال له انا هموت لؤي ده عشان اعزل الصيف من الشتاء. يبقى خد لؤي ووداه عند واحد صاحبه قال له خليه معاك لحد ما القضية تحكم. بدأ يهدده بالولد الكبير امير. طبعا الدكتور حسن الراجل مش عايز مشاكل الا بالقانون، عايز يمشي على يعني صرح القانون، مش عايز مشاكل مع الجيران ولا الكلام ده كله. ما الطرف التاني القضية شغالة، لكن شوف اللي حصل والمهزلة. الراجل يبكي في القنوات ويقول بقى مراتي 4 سنين ونص أعز فيها وأنا دكتور بكسب كتير جدا، واتدخل عشيقي. واتضحت إن 570 صورة بدايتها من تاني شهر جواز، وجار يخش ويطلع وتوكل وحمام وبط وتورته في مخدعي وأوضة النوم بتاعتي ومطبخي وأنا غفلان، لولا إني رجعت مرة واحدة شفت اللي حصل. الراجل موهوم ويبكي ومش مصدق من اللي حصل ده لما تشوف الخيانة وصلت لحد كده. طب والولد ده ذنبه اللي هو طلع مش ابنه ده مش نسبه، ذنبه ومصيره اكتبوا لنا في التعليقات. هنا بقى الدروس المستفادة بعد ما تصلوا على رسول الله من مثل هذه القصة والخيانة الكبرى، ان احنا قلنا قبل كده اللي ما تعجبهاش جوزها تتطلق منه، اللي ما يشبعهاش غرائزها ويملى مخها ومزاجها، اللي عايز كسره اي زوجة خاينة دي عايزة كسر نافوخها نصين تتطلق. طب انت ازاي تعيشي مع جوزك وبتوهميه انك انت بتحبيه وبتدخل عشيقك، هو يطلع يجيب لك فلوس ويتعب، هو يسافر بره وانت تسافري جوه؟ ينفع؟ وتوكلي حمام يمكن حرمة جوزك من الحمام؟ ينفع؟
مدى الخيانة دي؟ انت ضميرك اتغيب، ما كنت طلقتي وعشت بقى مع شيخ. طب اديك انت طلقتي، هل النهارده بعد ما تطلعوا من السجن مثلا، ما انت هتاخدوا سجن عشان تحليل الدي ان ايه، قضية زنا وهتاخدوا سجن، هل عشيقك هيرضى يتجوزك؟ ما فكرتش في يوم على فضيحة وجرسة ولادك الصبيان، اللي ولد من ده وولد من ده، وذنب الدكتور اللي انت التي جهدوا وفضحتيه في المنطقة وفضحتيه في الدنيا كلها، لأن النهاردة النت شبكة عنكبوتية. أي مرة تخون تبقى خاينة، وعقابها في الدنيا تستحق الرجم والسجن المشدد كمان، ده غير حساب الآخرة بقى، وعند الله تجتمع الخصوم، لأنك أنت بتغفل جوزك وتزني. تبقى الفرحة من كده عشان نشوتك، عشان نزوتك، عشان مخك اللي ضل. لا إله إلا الله. البسي برقع الفجر. أنت يا خاينة اللي بتخوني جوزك، كنت بتخليه يروح الشغل، ولا يخليه يروح يبيع، ولا يروح الطب، ولا يروح الهندسة، وتزني وتلوش وتسرقي، ده أنت بتسترقي. البسي برقع الفجر وشيلي برقع الحياء عن وجهك. البسي برقع الفجر والخذلان والمعارة. أي مرة تخون جوزها يبقى مرة مش مظبوطة، ما عندهاش لا دين ولا ضمير، لأنها قبلت إن نطفة من ذكر غير جوزها تنزل في حشاها. يا ريتها نزلت مية نار عشان كانت اتكهربت خالص، لأن دي قلة حياة. لما مرة تخون جوزها وتخوني، لا، ما تتطلقي وتغوري مطرح ما تغوري، لكن ترسل درجة للخيانة، تاكلي وتشرب من أكله وتخونيه وتهتكي عرضه وانت حلال له. ما انت خلاص شلت ربنا من عينيكي، وفي الآخر كمان لابسة حجاب. هي ست دي كانت بتدرب نفسها حجاب، لابسها لها الحجاب ولا لابسها لها النقاب؟ ما انت بتدرب فيه وبتشوه غيرك. الدكتور حسن مشي قانوني، والولد التاني كده خفاه عند حد، ومش هين عليه انه حتى يوديه لملجأ ولا كده، قالها ربي، وكانت قضية رأي عام وقلة كرامة وقلة حياة. لكن الراجل اتفاجئ بالكلام ده، ان مرته تخونه رغم العز والهيصة، 570 صورة من تاني شهر جواز. الخيانة دبت في بيته، دبت في بيته. والله إنها خيانة ليس بعدها ولا قبلها خيانة. دمتم في أمان الله.